انا عندي سؤال واحد بس للجميع. يعني انا دايما محايد ما بين الراجل او الست او المشكله او الخلاف، ماشي؟ بس انا جاوبكم، يعني تجاوبوني في الكومنت كده. يعني نرجع لحد مثلا 20 سنه قبل القانون الجديد بتاع الستات ده، فاهم؟ ما يطبق ويعمل. كان جرائم القتل دي كده. انت عارف انت عملت ايه يا حبيبي؟ انت زرعت الشيطان، سواء للست في دماغها او للراجل في دماغه، اللي لو حصل حاجه انا مش هلجأ للمحكمه عشان ما يتحكمش عليا ولا اتحبس في شوكه وسكينه. انا لا، لو اروح في حاجه تستاهل. تمام؟ ده بالنسبه للراجل. بالنسبه للست سهله، زي الكلب في ايدي. انت باللي انتوا عملتوه ده اتفرج 2025 و2026، يعني نسبة الجواز بدل كانت بتمشي مثلا 50,000 فرح في السنة، دلوقتي وصلوا 13,000 فرح. عارف يعني ايه؟ دي كارثة. غير محاكم الأسرة والطلاق اللي عمال. احنا دخلنا ده، احنا خلاص. يعني أنا متهيألي على موسوعة جينيس على آخر السنة خلاص دخلنا موسوعة جينيس، الحمد لله، في أرقام الطلاق، أرقام محكمة الأسرة، أرقام. طب يا عم انت كده فتحت باب للشيطان، فتحت الباب لواحد بقى انا بيتحكم عليه وكل حاجه تضيع مني. ما هنا البني ادم بيبقى مغيب باستفزازي وشقايه، وولادي مش هشوفهم وشقتي وشقى عمري. لا يا عم انا الفق لها تهمه، لا يا عم انا اقتلها احسن، لا يا عم انا اعمل كذا. نفس دماغ الستات. ايه ده لو فكر يعمل كده، ده ما انا اعمل كده. يا جماعه، احنا عمرنا سمعنا بنت مفعوصة عندها 16 سنة في شبرا مصر راحت عملت في ابوها محضر عشان ما رضيش يوديها الفرح، وخلى في محضر اسم شبرا يمضوا عدم تعرض ليها؟ ادي القانون، ادي القانون بتاع الست والراجل. انا مش عارف والله، مع العلم ان الدنيا كلها يا جماعة، ده انا ممكن ابعت لكم فيديو وصور في سوريا، في اندرستان، في كذا دول بيقول لك اتجوزونا مثنى وثلاث ورباع، انقذونا من العصبيه. انت دلوقتي بين جروبات الشباب، في ناس دلوقتي بتبعت للناس ادفع مثلا 5000 دولار وهتسافر بيلاروسيا، هتسافر وهتتجوز وهتعيش مع واحده مسلمه وجمال وفلوس وكل حاجه وميتسون، مش اللي انت تتجوز واحده يعني وفي الاخر تبقى محبوس. يعني انت تكون بطل وبتاع 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 وفي الاخر محبوس في قايمه. تعالى كده اقرا كشف السجون كده، شوف مثلا قوة السجن. قوة السجن بقى أكتر من 35% من قوة السجن بسبب القايمة. يا نهار اسود، يا نهار اسود. طب جوه السجن بيحصل خناقات كبيرة بتأدي للقتل بسبب ايه؟ أنا يا عم جاي مخدرات، لا يا عم أنا حرامي، لكن أنا مش مراتي حبساني. فوقوا انتوا بتطلعوا الورقة والقلم كده، ما بتشوفوش رد الفعل، ما بتشوفوش الدنيا فيها ايه. يعني ربنا بص، انا فكروا وسجلوا التاريخ وسجلوا الفيديو ده عشان هوريكم مش دي الحادثه الاولى ولا دي الحادثه الثانيه ولا دي الحادثه الثالثه وهتخلص على كده. اللي افظع جاي. استنوني، محمد موافي، اللغز الاخير. باي.